أمريكا تحترق. أمريكا خلاص اتدمرت. اللي كان طالعين من يومين يقولوا إن أمريكا ليس لها إله، وأمريكا محدش يقدر عليها، وهي قوة عظمى. سبحانك يا رب. هتبقوا أقوى من العزيز الجبار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. اللهم لا شماتة. نيران يا جماعة مش عايزة تطفي. خزانات المية فضت. طب ايه سبب الحريق؟ ايه اللي حصل عشان يحصل النيران دي كلها؟ بسيطة جدا يا جماعة. عندهم في حاجة اسمها غابات. الغابات دي بتشتعل كل سنة او على طول بتشتعل، وهما بيطفوها لان سبحان الله هي ما اعرفش ايه سببها. بس إن المرة دي الرياح جت. ريح طبعا لما بيحصل اعصار جامد اوي ممكن ان هو يحصل ماس ناري. فطبعا الله اعلم برضو ان الماس الناري دوت عمل اشتعال في الغباء، فالنار ولعت في الغابة. كان ممكن ان هم يقدروا عليها، بس ازاي وفي رياح واعاصير جامدة جدا. اعاصير صعبة. اعصار يا جماعة انا ما شفتش زيه في الدنيا. اعصار ناري، يعني كأن إعصار في الجو ومتحزم بنار. طب دي هيعملوا فيها ايه؟ طبعا غير سبحانك يا رب. صقر بقى ياخد، هم قالوا صقر وفي ناس قالت حداية. صقر بقى ياخد جذوع من الشجر المشتعل يحطه في أماكن مش مشتعلة. فكرت شوية إن الرياح دي جندي من جنود الله. ما فكرتش شوية كده إن الصقر أو الحداية أو الطائر إنما كان جند من جنود الله. إن النيران جند من جنود الله. لما ربنا يؤمر إنها تقف هتقف يا جماعة. مش قادرين. خزانات المية اللي في أمريكا فضت. ما عادش فيه خزانات مية تطفي الحرايق خالص. طب الحالة، طب في محيطات وبحار قادرين إن هم يطفوها من المية؟ من مية البحر لا، ما ينفعش. طبعا المية المالحة قادرة انها تطفي النار عادي، ممكن تطفي النار عادي مفيش مشكلة. بس هتحصل بعد كده كوارث تانية بعد اطفاء النار. يعني زي ما بيقولوا هيحلوا مشكلة ويقف مشكلة اكبر منها. ان المية المالحة ممكن بعد كده في الاماكن الزراعية، اللي هي بيبقى فيها زرع وكده، ان خلاص التربة باظت. هيحصل من ورا المية المالحة كوارث تانية جامدة. فدلوقتي هم عاجزين، لا قادرين يطفوا بالمية البحر والمحيطات اللي عندهم، ولا عندهم خزانات مية ممتلئة يطفوا بيها النار، ولا هم اصلا قادرين يطفوا النار. النار سرعان بتطلع بطريقة يعني انفجار اعصار وريح بطريقة انفجار. انفجارات ونيران صعبة محدش قادر يطفيها، لا طيارات ولا عربيات بتاعت المطافي، ولا قادرين حد عليها، ولا حد هيقدر عليها غير المولى عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أمريكا بتحترق. أمريكا اللي كانت متوعدة إن الشرق الأوسط هيتحولها لجحيم، وتوعدوا ان هم يحولوا الشرق الاوسط لجحيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يكيدون كيدا. هم كانوا بيكيدونا سبحان الله، بس ربنا عارف تفكيرهم، وربنا عارف هم بيفكروا في ايه. اهل غزة واهل فلسطين اللي دمرتوهم في سنة ونص، ربنا قادر يدمركم في كام ساعة. دمرتوا غزة في سنة ونص، ربنا دمركم في كام ساعة. ما تمناش المدنيين والمسلمين اللي هناك، لان في مدنيين كتير ملهمش ذنب. فأدعي ربي إن هم يحمي المدنيين ويحمي المسلمين اللي في أمريكا. بس نيران تشتعل في الظالمين. قادرة إن النار ما تتوقفش على الظالمين. يا رب زدها اشتعالا على الظالمين. فمش عارفة أقول لكم إيه غير اللهم لا شماتة. أمريكا بتولع يا جماعة. إعصارات جامدة جدا. إعصار محدش قادر على الإعصار خالص خالص خالص. ف أنا مش عايزة أدعي لهم. لا، انا هو كل اللي هقوله ربنا يحمي المدنيين والمسلمين اللي في امريكا. فانا مش عارفه افرح ولا ازعل. بس محدش زعلان عشانهم، لان هم دمروا شعوب وقتلوا اطفال وقتلوا شباب. فالدور عليهم دلوقتي. فانتوا قولوا رايكم انتوا في التعليقات. سلام.